وفجأة تانية هجمت على كارثة، بداو يتناتفوا بيناتهم لدرجة أن تانية طيحت كارثة على الأرض، حرقت ليها وجهها. القصة كتبدا مع مارك اللي تيقرا الجامعة، دخل البيت ولقى الأم ديالو سميتها تانيا عارضة على صحابو ودايرة ليه حفلة بمناسبة عيد ميلاد ديالو. وشاف ميلاني الصديقة ديالو القديمة وبغاتو يعاونها في اللباس ديالها، لكن الأم ديالو قضات الغرض ولبسات صاحبته. مارك معجبوش الحال ونزل الحفلة وهو صاعر، حيت ماما لبست الصديقة ديالو. وكان راندي اللي خدام مع الأم ديال مارك كيهضر معاه وكانت كتعجبو الأم ديالو، لكن مارك ما كانش دايها في هضرته وعينو جارية غير مع ميلاني وكيشوف فيها وبان بحال الا مزعوط فيها. وجا عنده صاحبو والتر. مارك قال ليه غير صبر، نهار السبت غادي نتورخوها واحد الحفلة عندي في الدار. نهار الثاني كانت طانية كتهضر مع مارك على الحفلة، لكن مارك ما كانش مسوق ليها، هي تغضب عليه، لكن قال ليها غير لقيتيني ملاهي مع واحد التطبيق خاصني نكملو، وشكر على عيد ميلاد ديالو اللي درتو ليه. كان بغات كتهضر شويه وتخليه يخدم في الحاسوب ديالو، لكن عاد ما زادت كتهضر. قالت ليه خاصك تمشي للكنيسه باش تعرف على شي بنت الزواج من تم. مارك وافق يمشي للكنيسه غير باش تخليه يخدم على خاطره، وبان عليها مرا قاصحه ومسيطره على ولدها مارك. نهار السبت كانت الام ديالو دايره موعد مع راندي. مارك استغل غياب الام ديالو وغادي يدير الحفله بحال كيف اتفق مع والتر. مع خرجت امو من الدار اتصل مارك بصاحبه وقال يدوز عندي للدار دابا، وهما كيدوزو السهره في الحفله. بان على مارك حشومي ما يقدرش يهضر مع البنات. في ديك اللحظه الام ديال مارك جالسه مع صاحبها راندي في المطعم، وكان كاع الوقت وهي كتهضر ليه على ولدها مارك، وقالت ليه بلي غضبانه حيت مارك كيتفرج في افلام اقل من 18 عام، لكن كان كيمسح داك الشيء اللي كيتفرج فيه من التليفون. لكن انا عارفه كلشي عليه. راندي تعجب منها حيت كتقلب في تليفون ولدها. قال لها مارك راه ولد كبير ماشي صغير. زاد قال لها ما تقلقيش من مارك حيت هو ولد مزيان، خاصك تعطيه شويه اتساع باش يرتاح. لكن مارك ما عندوش الاب اللي غادي يساندو في حياته. ثانيه ام مارك لما تهضر بالمقلوب واخا اتفقات معاه الهضره ديالو. جهه اخرى مارك وصاحبه كيستمتعوا في الحفله، وفجاه شي حد دق عليهم، وكان صاحب الام ديالو صيفطاتو عند مارك باش يجلس معاهم شويه. جبد كتاب الانجيل بدا يقرا عليهم حتى خسر لهم الحفله. مارك ما عجبوش الحال حيت الام ديالو كتدخل في حياته، لكن مارك دري ظريف وكيحترم القرارات ديال الام ديالو، ما يقدرش يرد عليها الهضره. نهار الثاني مشى مارك يشري شي حوايج للدار من الحانوت، وفجاه وقفات عليه مرا سولاتو على شي ماركه ديال الدوش تكون مزيانه، كانت كتسحابو كيخدم في الحانوت. قال لها انا كاع ما كنخدم هنا لكن غادي نعاونك، وجاوبها على كاع الاسئله اللي قالتهم ليه وشكراتو ومشات بحالها. بقى مارك يشوف فيها بان عليه تزعط فيها، ومع مارك كان خارج وهي دوز من حداه بطوموبيلتها المره اللي كانت سولاتو، وعاود سولاتو على الاسم ديالو. مارك شداتو الحشمه وبداو يتعرفوا على بعض. كانت سميتها كنيسه. طلبات من مارك يجي عندها للدار وركب ليها الدوش اللي شراتو حيت هي ما عندهاش معاه هذا الشيء، لكن مارك رفض يمشي معاها. قال لها ضروري خصني نمشي للدار باش نعاون الوالده ديالي، لكن طمعاتو بالفلوس وبغاتو يمشي معاها للدار يصلح ليها الدوش وغادا تعطيه الفلوس. وافق مارك وركب معاها السياره ديالها، وصلوا لدارها وبداو يتعرفوا على بعض. وعرفات باللي هو تلميذ مجتهد وتيقرا في الجامعه مشهوره، وعرضات عليه يشرب معاها المناضه ديالهم. قبل ما يمشي مارك سكرها وقال لها دخلي جربي الدوش بعدا قبل ما نمشي. وفجاه حيدات حوايجها قدامه دخلت للدوش وهو كيشوف. عيطات عليه جرب الدوش معاها، لكن مارك عاود جاتو الحشمه وقال مع راسو هذه هي الفرصه نتعرف على شي بنت اللي جابتها له بجيبها. دوزو الوقت في الحرام حتى نسات قضيه الام ديالو. مارك تلاقى مع صاحبه وبدا يهضر ليه على كارثه، قال لها عندها 40 عام. ورد عليه والتر ميرا راني كنتي مزعوط فيها فين خليتيها؟ مارك قال ليه صافي غير نسى، هذيك غسلت على يدي من شحال هذه لقيت ما احسن. مارك كان لابس الكوستيم حيت عنده موعد مع كارثه، وسولاتو ماما فين غادي؟ قال لها انا غادي في موعد مع الصديقه ديالي. سولاتو شكون هاد سعيده الحظ ياك ما ميلاني؟ لكن مارك بدا يتهرب من السؤال ديالها، هي تقلق عليه حيت ما قالش ليها مع من خارج، وهدداتو الا ما قالش ليها شكون ما غاداش تعطيه طوموبيلتها. قال لها انا ما عندي ما ندير طوموبيلتك. وفجاه جات عنده كارثه للدار وبدات تصوني عليه طوموبيلتها، وركب معاه ومشى بحالو، وخلى الام ديالو ما عجباش الحال وبان عليها ستريس. وكان معاه راندي اللي كان ديما كينصح فيها باش ما تدخلش في حياه مارك. كارثه كانت مع مارك وبدا يهضر لها على الابليكاسيون اللي خدام عليها. من مهام التطبيق يعاون الناس شقه في البيت. كارثه عجبها التطبيق، قالت ليه عندي واحد صاحبي غادي يعاونك في هذا الشيء. ومع مشات كارثه الطواليط عزكم الله، جا عنده واحد خونا وقال لي غير بعد من هاد الكارثه اللي سميتها كارثه من احسن تهرب، ومشى بحالو داك خونا. مارك ما فهمته وزه وما داهاش في هضرته. غد ليه كان تيهضر مع الوالده ديالو اللي كانت غضبانه عليه حيت ما قالش ليها مع من غادي وفين دوز الليل، ما كانش كيرد عليها في الهاتف. قالت لي انت مازال ما عندك حتى 18 عام، وكان على الاقل ترد عليا في التليفون وطمني عليك. طلب منها مارك تسمح ليه بحال الا ما واقع حتى شي حاجه. تعصبات الام ديالو منه وسولاتو واش كتستعمل المخدرات. مارك سعر عليها وخلاها ومشى بحالو. وسولاتو واش غادي تعشى معنا اليوم؟ قال لها لا عندي شي شغل. تعصبات بزاف حيت كانت باغا تعرف شكون هاد خيتي اللي طيرات ليه عقلو مع من كيمشي. كانت كارثه عند خياط باش تقاد المارك كوستيم اللي غادي يقابل فيه صاحبها اللي غادي يشوف التطبيق ديالو. مشى معاه مارك للدار، قال لها داركم زوينه. سولها على الخدمه ديال راجلها القديم، كان كيسحب ليها مطلقه، ولكن قالت ليه انا 5 سنين وانا ارمله. مارك طلب منها السماحه حيت قال هاد السؤال بان عليها كتمثل بلي غضبانه. طلبات منه يدير ليها ظهرها بالزيت. سولها مارك على الغرفه مسدوده كان داز من حداها. قالت لي هذيك غرفه التعذيب ديالي. مارك تخلى على
لكن كارثة تداركت الموقف وقلباتو السبت تعود وقالت ليه غير كنضحك معاك، هاديك غير غرفة بحال الحمام كتعرق فيها. وتيقها مارك بدا يدهن ليها ظهرها. مارك كان جا للدار بلا ما يسلم على الام ديالو وطلعت عنده وبدا تدق عليه في الحمام وسعر عليها وقال لها محتاج شويه الخصوصيه حيت هو في الحمام وبان على امه بحال شي شخصيه عزيز عليها تخشي راسها في الحاجه ماشي ديالها. من بعد ما خرج مارك من الحمام دخلت امه باش نيطوايو ويتجمعوا ولقات تليفونه وبدات تقلب فيه وعرفت بلي صاحبته سميتها كارثه. ديك اللحظه كانت كارثه واقفه قدام المرايه وهي كتشرب في الدوايات وكارها حياتها لدرجه انها هرست المرايه اللي قدامها وخرجوا الدمايات من يديها وبان بحال الا حمقى. قررت تمشي عند مارك للدار ديالو. حل عليها مارك باب الدار وتعجب حيت كان عاد صيفط لها رساله وجات عنده بهذه السرعه. بان عليها معصبه حيت قالت ليه ما كتخرجش معايا كل نهار. قالت ليه ما شفتش الميساج ديالك. وهي تلاقى مع الام ديالو وسلمت عليها وعرفها مارك عليها. قال لها سميتها كارثه وتعجبت الام من كبر سنها وولدها يلا عنده 18 عام وجلسوا مع بعض يتعشاو وكان راندي معاهم وحاول يضحك معاهم حيت كانت ثانيه معصبه. وهضرات كارثه معاه التطبيق ديال ولدها اللي عجبها بزاف. قالت ممكن نخليه يخدم في شركه كبيره حيت هو عنده موهبه. لكن الوالده ديالو اعترضت على هضرتها وقالت ليها راه عنده القرايه في الجامعه. هي جالسه في المنزل على ودو باش يقرا في الجامعه وما بغاتش يخدم ويخلي قرايته. لكن كارثه ردات عليها وقالت ليها راه كبير من حقه ياخذ القرارات ديالو لراسو. يعني تعصبت عليها بزاف وقالت ليها انا كاع ما موافقه على العلاقه اللي بيناتكم وولدي مازال صغير في عينيا. لكن كارثه ردات عليها باللي ولا راجل وعارف اش كيدير وخاصك تخليه يخدم على المستقبل ديالو. وفرح مارك بزاف حيت كان باغي يقول ليها هاد الهضره اللي قالتها كارثه من شحال هادي حيت ماماه شخصيه واعره وكلمتها هي الاولى. وفجاه ثاني تعصبت على كارثه وكانت غادا تقلب الطبله وردت على كارثه بلي انت مريضه وكبيره في السن حتى حد ما دايها فيك ولقيتي الفرصه باش تلعبي على ولدي اللي يلا غادي يكمل 18 عام. كارثه بقى فيها الحال مشى عندها مارك باش يواسيها وكانت غضبانه. حاول يطلب منها السماحه حيت الام ديالو عايرتها ولكن سعرات عليه حيت ما دافعش عليها. قالت ليه الرجل الحقيقي هو اللي كياخذ القرارات ديالو راسو ما يتسناش الاذن من الام ديالو. مارك قال ليها عندك الحق. سولاتو انت شنو باغي دابا. خذ قرار يمشي معاها ويخلي الدار باللي فيها. الام ديالو تخلعات حيت اول مره ولدها ما غاديش يسمع لهضرتها وبان على كارثه شخصيه ساديه بالطريقه اللي كتهضر بها مع مارك. لكن مارك ما كانش مسوق ما داهاش الهضره ديالها. ثانيه في ديك اللحظه كانت مخلوعه على ولدها وكتحاول تصبر راسها بلي ولدها مزيان يقدر يعتمد على راسو. بدات تقلب على اسم كارثه في الحاسوب ديالها لقات خبر عليها من واحد خاينه. عرفت بلي هي امراه خطيره. رد ليه مشات عندها للدار قالت ليها ولدي ما غاديش يناسبك وعارفه الشعور ديالك تكون امراه وحيده وارمله. قالت ليها كارثه انا كنخاف نخلي ولدك يمشي بحاله حيت انت كتحكمي في حياته. وسدات عليها الباب. ثاني تعصبت عليها بزاف وقالت ليها غادي يمل منك من بعد سيمانه غادي يرجع للدار. كارثه قالت ليها غادي نشري ليه اللي بغا وعاود سدات عليها الباب. مارك كان جالس مع كارثه اللي حاولت تقنعه يجلس معاها وما يعاودش يرجع لدارهم. لكن قال ليها الام ديالي محتاجاني وانا غير كندوز الوقت معاك وغادي نرجع لقرايتي. كارثه سعرات عليه وكانوا ناويين يخرجوا مع بعض لكن قالت ليه غير سير للدار ديالكم. هضر مارك مع صاحبه باش يجي يوصلوا للدار وعاود ليه على اللي حصل. بدا يتنمر عليه حيت عامل علاقه مع وحده كبر منه. بس الوقت ثانيه كانت كتهضر مع راندي كتقول لي اش ندير. قال ليها خليه غلط باش يتعلم. اقترح عليها تعرض على ميراني البنت اللي كان مارك يتوفى عليها. ثاني عجباتها الفكره وعرضت على ميراني دارها. وكان مارك جالس في البيت ديال امه وهو كيهضر مع كارثه من الحاسوب ديالو. طلب منها السماحه وعرض عليها يتقابلوا في الليل لكن بدل الراي ديالو ملي عرف ميراني جات لعنده وقال لها غندوز لعندك غد ليه حيت ماما محتاجاني. سد عليها الطابليط. تعصبات كارثه من ثانيه حيت عرفت بلي بغاتو تفارقوا عليها وخلات ثانيه مارك وميراني خرجوا مع بعض. وكان مارك فرحان وبان عليه باقي كيبغي ميراني. ثانيه مشات عند راندي قالت ليه الخطه ديالنا نجحات وخلات مارك يخرج مع ميراني. لكن راندي تعصب عليها حيت كتلعب الحياه ديال الناس وبلي مارك غادي يكمل حياته بيك ولا بلا بيك وخلاها ومشى وقرر يتخلى عليها. كانت ثانيه ما عجباش الحال من الكلام ديالو مشات وهي غضبانه. مارك كان كيتصل على ميراني كاع النهار لكن كاع ما كان كيرد عليها وكان مصدوم حيت كانوا غير البارح فرحانين مع بعض. وعاود لصاحبو اشطرا. ديك اللحظه كارثه مشات عند راندي وهو في الخدمه ديالو وقالت ليه باللي كتفهمو. بان عليها بحال اللي كانت كتراقب فيهم. راندي تعصب عليها ويجري عليها. ولطر صاحب مارك مشى عند كارثه قال ليها كنعرف بلي مارك ما بقاش معاك وجيت باش نونسك. وكانت كارثه مخبراش بلي مارك ما بقاش معاها. تعصبات وهزات الموس ديالها وكانت تحت راسها العجينه باغيه دير شي فعله. بس الوقت مارك يحاول يهضر مع ميراني والاخير جاوباتو كانت مغطيه وجهها حيت كارثه كانت خسراتها من وجهها حيت عرفاتها مصاحبه مع صاحبها مارك. قالت لي ميمكنش نبقاو اصدقاء. سدات عليه اتصال الفيديو. مارك ما كانش
كانش فاهم حتى حاجه. ديك اللحظه كارثه اتصلت على مارك، قالت ليه بلي صاحبها اللي يجي يشوف التطبيق اللي خدام عليه غادي يجي ليوبا. حاول مارك يتهرب منها لكن كانت مصممه باش يجي لعندها. وافق يمشي عندها، لبس الكوستيم اللي شراتو ليه كارثه من عند الخياط، لكن حاولت الام ديالو تهضر معاه لكن قال لها بلي زربان وعد ملي غيجيو يهضروا مع بعض. بان على الام بلي باغيه التغيير وما تبقاش تدخل بحياته. ركب مارك مع كارثه الطوموبيل ومشاو عند صاحب كارثه اللي تلاقى به مارك وعجبو التطبيق ديالو. وكان صديق كارثه خدام في شركه كبيره لكن رفض الطلب ديالو بسبب المنافسه، حيت كاين شخص اخر عنده نفس التطبيق لكن رخيص على اللي عند مارك. من المستحيل يمول جوج ديال التطبيقات مشابهين، لكن عطاه النمره ديالو وعرض عليه يخدم معاهم في الشركه وشكرو مارك ومشى بحالو. حاولت كارثه تخلي مارك يخدم وما يقراش في الجامعه لكن دابز معاه حيت باغي يعيش حياته بحال كيف بغا. قالت ليه بقى معايا باش نحتفلوا، وبان على مارك بلي باغي يبعد منها لكن قنعاتو باش يبقاو يحتفل معاها ومع كيعطي ظهرو ليها. نزلت عليه بقراعه على راسو حتى غيب. في نفس الوقت ثانيه كانت مقلقه كتساين مارك يرجع. في ديك اللحظه كانت كارثه رابطه مارك من يديه وحابساه في غرفه التعذيب. قالت ليه عليها بلي هي غير حمام وسولها مارك علاش كديري هاد الفعايل، نسيتي الطعام اللي بيناتنا؟ قالت ليه انت اللي قلبتي عليا حيت باغي تخلى عليا، ياك ما سحاب لك 4 عينيه سهل عليك تلعب بها. بقى تعذب فيه كاع الليل هو مربوط من يديه. غد لي ثانيه عرفت بلي ولدها مازال ما رجع للدار وتخلعت عليه. جبدت التليفون ديالها واتصلت بصاحبه لكن ما كانش كيرد عليها. حاولت تصبر راسها بلي ولدها بخير. في ديك اللحظه كارثه كانت مخليه مارك مربوط من يديه بلا اكل وشرب وعطاتو يشرب الماء لكن خوات القرعه على الارض وهو كيشوفو عطشان. بان على مارك العيا بزاف. وفجاه كارثه جبدت الغانجو ديال الحديد وجرحات به مارك وبان عليها بلي هي مرحمقه. بدا مارك يغوت على الله شي حد يعتقو. كارثه شافت تليفون مارك ولقات بلي الام ديالو اتصلت به اكثر من 34 مره. صيفطت ليه رساله من تليفونه مكتوب فيها بلي خاصها تجي للدار باش توصلني. وكانت كارثه حاتيه على فردي من تحتها ناويه على خزيت. ديك اللحظه الثانيه جات عند كارثه لدارها وقالت ليها كارثه دخلي هزي ولدك راه سكران. ثانيه ما تيقاتهاش وبقات كتعيط عليه لكن كاع ما كان كيرد عليها. خدات قرار باش تدخل لدارها وقالت ليها كارثه الا بغيتي تشوفي ولدك خاصك تربطي يديك بهاد السلسله. وافقت ثانيه تلبسها غير على ود ولدها. دخلت عند مارك وشافته معلق وكله دمايات. كارثه حتى هي دخلات وبدات كدابز مع ثانيه. ضرباتها كارثه قالت ليها انت هي السبب اللي خليتيني نعمل هكا. زادت قالت بلي خاصك تختاري شكون يبقى حي بنتي ولدك. وخرجت بحالها وخلاتهم في غرفه الحمام اللي كانت سخونه. ثانيه شدت المسدس في يديها وبقات تساين كارثه تدخل عليها. في نفس الوقت راندي كان مقلق على ثانيه وولدها. حاول يتصل بهم لكن كاع ما كانوا كيردوا عليه وعرف بلي واقع عليهم شي حاجه. في نفس الوقت ثانيه ومارك كانوا محبوسين في غرفه التعذيب الساخنه والبخار خانق الدنيا والاكسجين قرب يتقاضى. بدات ثانيه تبكي حيت ما قدرتش تنقذ ولدها. طلبت السماحه من ولدها وقالت ليه نهار مات باباك كنت خايف تحصل لك شي حاجه وانا عارفه راسي قاصحه لكن انت راك ولدي وكنخاف عليك. وقررت تنتحر باش ولدها يعيش. وفجاه طاحت عليها فكره وهي حاطه السلاح من تحت فمها وهي انها غادا تضرب القرطاس في الخوا باش تقول بكارثه وتجي لعندها. في نفس الوقت راني كيقلب على ثانيه ومارك ودق على كارثه في دارها لكن سمعته كيدق ما بغاش تحل عليه الباب. وفجاه سمعت كارثه صوت ديال القرطاس. دخلت لغرفه التعذيب لقات ثانيه في الارض ويسحب ليها ماتت. وفجاه ثانيه هجمت على كارثه بداو يتناتفوا بيناتهم لدرجه ان ثانيه طيحت كارثه على الارض حرقت ليها وجهها وهزات مارك من كتافه وخرجت به من غرفه التعذيب الساخنه. كان مارك على بونت غادي يجيب الكاو بسبب العطش وقله الاكسجين. كارثه في ديك اللحظه خرجت وهي هزه حديده وكانت ناويه تقتل بها ثانيه. وفجاه راندي ضربها حتى طيحها وسمعت خرشيش حداه. لقى والتر حتى هو كان مربوط. وعاد في الاخير جاو البوليس. ومن بعد مده كانت ثانيه بخير مع ولدها حتى راندي رجع ليها حيت تخلات على العاده القديمه ديالها. ميلاني سافرت الجامعه مع مارك والام ديالو غادا توحشو حيت غادا تودعو ويمشي يكمل قرايته. قالت ليه عيش حياتك ونسى اللي فات. وسال الفيلم مع والتر غادي يركب مع مرا كبيره في السياره ديالها حيت ما تعلمش من مارك وما خداش العبره وغادي يعيش حتى هو اسوء شمس العشيه.